السلام عليكم في قناتكم خلف العدسة. هذه القناة اللي غادي تسلط الضوء على المواضيع الاجتماعية والسياسية. نتمنى الإخوان تدعمونا باللايك واشتركوا معنا في القناة باش نوصلوا ل 1000 مشترك. يلا بينا. ظاهرة شرع اليد كتعود للواجهة، عدالة الشارع اللي كتهدد سلطة القانون. وزارة الصحة كتطلق زيارات ميدانية باش تحسن من خدمات المستشفيات. تطورات مثيرة في ملف اسكوبار الصحراء، عبد النبي باعيوي في الطبيب ولطيفة رأفت في المحكمة. رجعت الواجهة في المغرب مؤخرا ظاهرة مقلقة كيعرفوها الناس بشرع اليد اللي كياخذ فيها المواطن على العاتق ديالو تنفيذ العدالة في الشارع، معتمد على الغضب الجماعي والانفعال اللحظي بلا ما يتبع القانون والقضاء. ورغم ان هذه الظاهرة ماشي جديدة، الا ان التكرار ديالها في الايام الاخيرة والانتشار ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي خلى الناس يسقسيو واش المواطنين عارفين خطورة هذه التصرفات على المجتمع. من ابرز الوقائع اللي هزت الرأي العام موقع في الراشدية، حيث ضربوا مواطن واحد الشخص اللي كيتهموا بجرائم خطيرة واللي وصفوه الاعلام بسفاح افوس. تدخل سريع ديال الدرك الملكي منع الموقف من التطور، وخلال النقاش يبان على من عنده الحق في القصاص. وقائع اخرى وقعت في موسم املشيل، حيث حصروا واحد المواطن واحد الشخص اللي اتهموا بالسرقة في السوق وضربوه قبل ما توصل السلطات. هاد السلوكيات بحال صفع قائد سمارة او مطاردة سائقي سيارة الاجرة لسائقي تطبيق ان درايفر، او حتى المشاكل بين مهاجرين افارقة في كازا كتعكس حالة توتر اجتماعي وانفلات في التحكم في المشاكل والشبهات. شنو مر هاد شرع اليد؟ كيشوفوا متابعين ان هذه الظاهره ماشي غير ممارسات فرديه، بل نتيجه ازمه كبيره كتبان اساسا في غياب التربيه القانونيه عند بزاف ديال المواطنين. الغضب والردود العنيفه حتى الا كانت نابعه من شعور بالظلم كتقدر تهدد سياده القانون وتفتح الباب لتصفيه الحسابات وضرر الابرياء وشرعنه العنف الجماعي. العديد من الحقوقيين والفاعلين المدنيين كينبهوا ان معاقبه المجرمين ماشي مهمه المواطن، ولكن هذه مسؤوليه الدوله والاجهزه ديال الامنيه والقضائيه، وما كاين حتى مبرر باش يضربوا المشتبه فيه خارج المحاكمه العادله. وحذروا كذلك ان شرع اليد يقدر يتحول لاداه انتقام وتصفيه حسابات شخصيه، وهذا الشيء خطر على السلم الاجتماعي خصوصا في المناطق اللي فيها هشاشه وعزله على الخدمات الاساسيه. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على انطلاق سلسلة ديال الزيارات الميدانية للمستشفيات في المغرب ابتداء من شهر شتنبر باش يرفعوا جودة الخدمات الصحية. الفرق الوزارية غادي تمشي للمستشفيات باش تقيم الأداء وتشوف نقاط القوة والضعف، وما غاديش يوقفوا غير عند التقييم، بل غادي يعاونوا حتى في إعداد خطة لتحسين الخدمات مع أولويات واضحة وآليات المتابعة. وزير الصحة أمين التهراوي شدد على ضرورة التعاون التام مع الفرق وتحويل التوصيات لخطط عملية هتفيد المواطن وترفع من جودة الرعاية الصحية. المبادرة ماجة كذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية لضمان الحق في الصحة وتقوية قدرات التدبير بالمستشفيات العمومية وزيادة ثقة المواطن في المرافق الصحية. من بين المحاور اللي غادي تركز عليها الفرق وهي تحسين التسيير والإدارة المالية، تحسين مسار المريض وظروف الاستقبال، الرفع من جودة الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى، تأمين الأدوية والتجهيزات الطبية، صيانة البنية التحتية والتجهيزات، تطوير أنظمة المعلومات الصحية، تعزيز العلاقة مع المرتفقين وتفعيل الحوار الاجتماعي. الوزارة أكدت كذلك أن نجاح هذه العملية كيتطلب انخراط جميع الأطر الصحية والإدارية والانفتاح على طرق جديدة في التسيير مبنية على النتائج والمساءلة.
اليوم الخميس استؤنفت جلسات محاكمة المتهمين في ملف اسكوبار الصحراء في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. حضر الجلسة عدد من الشهود ومن بينهم الفنانة لطيفة رأفت باش تدلي بالشهادة ديالها بناء على استدعاء المحكمة. جلسة اليوم شهدت طلب من هيئة الدفاع من سعيد ناصري وعبد النبي باعيوي بتأجيل الجلسة بسبب غياب باعيوي اللي تنقل للمستشفى لإجراء عملية جراحية في مستشفى ابن رشد. الدفاع شدد على أن موكلهم عنده الحق يرد على الاتهامات ويواجه المشتكين، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في المحاكمة بلا الحضور ديالو. القاضي علي الطرشي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للبث في ملتمس الدفاع، بينما طلبت النيابة العامة بالاستمرار في جلسة الاستماع للشهود اللي ما عندهم حتى علاقة مباشرة بالباعيوي. من جهة أخرى تغيب أكثر من 10 شهود لأسباب متعلقة بالعناوين ديالهم السكنية، مما زاد من تعقيد هذه الجلسة. المتهمين في هذه القضية إلى جانب سعيد الناصري وعبد النبي باعيوي كاين 26 متهم آخر، من بينهم مسؤولين أمنيين، موظفين عموميين ورجال أعمال، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بتهريب المخدرات والفساد الإداري. وفي جلسة سابقة قرر القاضي علي الطرشي استدعاء مجموعة جديدة من الشهود، من بينهم لطيفة رأفت بصفتها الزوجة السابقة للحج أحمد بن إبراهيم المعروف بإسكوبار الصحراء، بالإضافة لنقيب الزاوية الناصرية وسامية موسى والوليدة ديالها جميلة بالطيوي، وعدد من الشخصيات الأخرى المتوقع أنها غادي تقدم شهادات مهمة حول مسارات وتعقيدات هذا الملف. وإلى هنا كنوصلوا إلى نهاية هذه الحلقة. كنتمنى هذه الحلقة تكون عجبتكم، والدليل على الإعجاب ديالكم هو تخليو تعليقات وضغطوا على زر الإعجاب، واللي بغى ينضم للقناة فمرحبا به. إلى اللقاء.